السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي وأصحابي في كل مكان. معكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. النهاردة وكالعادة معنا قصة مثيرة، يا رب تعجبكم. يلا نبتدي قصتنا وما نطولش عليكم. لكن قبل ما نروح لقصتنا النهاردة حابب أفكركم زي كل مرة الاشتراك في القناة، اللايك التمام، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أتمنى ما تنسونيش وتدعموني بجد من قلبكم. يلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة وما نطولش عليكم. بتدور أحداث قصتنا النهاردة عن شخص اسمه محمد أمين. محمد لسه متخرج من الجامعة، كان بيدرس في كلية تربية، وزيه زي باقي الشباب بدأ محمد رحلة البحث عن فرصة عمل في أي مدرسة خاصة في محافظته، محافظة سوهاج. لكن للأسف محمد ما كانش لاقي الفرصة اللي كان بيحلم بيها، فحاول يخرج للمحافظة المجاورة، لكن للأسف برضه ما لقاش حاجة. قرر محمد ساعتها إنه يشتغل أي حاجة خاصة يجيب منها أي فلوس لحد ما يلاقي الوظيفة اللي هو عاوزها وبيحلم بيها. فمحمد كان متعلق بمهنة التدريس جدا، وبالفعل راح محمد اشتغل في مطعم، وكان شغال في المطعم كان بيدور على مدرسة يشتغل فيها مدرس. فضل الوضع زي ما هو لحد ما جاله اتصال في يوم من زميل دراسة اسمه علي. علي لقى مدرسة خاصة ولكن في اسكندرية، وقال لمحمد انه يجي يشتغل معاه في المدرسة دي. فصدق محمد وبسرعة وما كدبش خبر، وافق بالرغم من انها في محافظة تانية. ولما وصل هناك قابل مدير المدرسة، واللي ما منعش ابدا من ان محمد يشتغل في المدرسة. محمد كان سعيد جدا، لكن تفضل مشكلة واحدة بس، وهي السكن. مصطفى عرض على محمد انه يروح يأجر شقة قديمة او في البيوت القديمة، لان ساعتها هتكون ايجارها بسيط، في نفس الوقت هي قريبة من المدرسة. راح محمد الشقة وكانت قريبة جدا، لكن كانت متغطية بالتراب، ده غير الصور القديمة واللي كانت في كل حتة لبعض الفنانين. كان محمد بيروح المدرسة الصبح ويرجع ينظف الشقة بالليل. فضل على الوضع ده حوالي 3 أيام، وفي الليل الرابعة ومحمد كان ماسك المقش عشان ينظف في آخر حتة في الشقة، سمع صوت موسيقى شرقية قديمة. محمد كان حاسس بالسعادة من الموسيقى لدرجة انه بدأ يدندن معاها. كان الصوت هادي جدا بس واضح. خلص محمد تنظيف الشقة وراح السرير عشان يغرق حرفيا في النوم، وفجأة سمع محمد صوت وكأن شيء بيقرب منه. بيفتح عينه محمد عشان يلاقي واحدة ست تزحف على الأرض جاية ناحيته. صحي محمد وكان مفزوع قوي، وحمد ربنا إن ده كان حلم، لكن كان في شيء غريب ومريب في نفس الوقت. صوت الموسيقى اللي كان هادي من شوية بقى عالي قوي لدرجة إن محمد ما كانش عارف ينام. قرر محمد إنه يطلع يشوف الموسيقى جاية منين، وبمجرد محمد ما فتح الباب الصوت اختفى. ويروح محمد عشان ينام يلاقي الست اللي طلعت له أول مرة جاية تاني وبتقرب منه، بدأت تهمس. ما كانش محمد قادر يفسر هي بتقول ايه، وفجأة صرخت في ودنه صرخة خلته يقوم مفزوع من النوم. كان كابوس رهيب. ولما صحي محمد لقى صوت الموسيقى عالي برضه زي امبارح. الغريب في الأمر إن محمد إذا قام عشان يشوف مصدر الصوت اللي جاي ده منين يختفي، ولما يرجع تاني السرير يرجع صوت الموسيقى تاني. قرر محمد انه يروح تاني يوم يتعرف على سكان العمارة، وكمان عشان يحاول يعرف مصدر الصوت ده منين. وفعلا الصبح يروح محمد يتعرف على سكان العمارة عشان يلاقي في العمارة 3 شقق بس. اول شقة لما خبط عليها الست اللي طلعت له قالت له انه جوزها في الشغل وبيجي بعد العصر. الشقة التانية لطفلة صغيرة ورفضت تفتح الباب وقالت ان ابوها وامها مش في البيت. الشقة التالتة كانت ساكنة فيها ست عجوزة اسمها منيرة. طلبت الست منيرة من محمد انه يدخل ويشرب معها الشاي. كان باين ان الست منيرة ست طيبة جدا، لكن وشها طيب فجأة اتغير لما محمد سأل الست منيرة عن مصدر الصوت الموسيقى الشرقية.
اللي بيسمعها كل ليلة. بدأت الست منيرة تصرخ في محمد وتقول له اخرج دلوقتي من هنا. وكان محمد مستغرب قوي تصرف الست منيرة وتحولها المفاجئ. راح محمد المدرسة ومستغرب منها. في الليلة دي قرر محمد انه ما ينامش عشان ما يشوفش الست اللي بتجيله في المنام. فجأة محمد قاعد سمع صوت الموسيقى، رجع تاني من جديد. المرة دي قرر محمد انه مش هيفتح الباب ويخرج لانه كده كده هيختفي. لكن محمد لاحظ المرة دي شيء غريب، ان مصدر الصوت تقريبا جاي من جوه الشقة مش من بره. فضل محمد ورا مصدر الصوت فلقاه خارج من الأوضة التانية في الشقة، الأوضة اللي مقربش ليها، اكتفى بالأوضة اللي هينام فيها بس. فتح محمد الأوضة بالراحة فاختفى الصوت. لقى محمد جوه الأوضة بعض الأوراق القديمة وصور الراقصات. أخذ الصور وراح على طول على شقة الست منيرة، طلب منها إنه يدخل الشقة عشان تحكي له قصة الصور. قالت منيرة لمحمد إن اللي في الصورة دي رقاصة واختفت. اتقال وقتها إنها هربت مع شخص اسمه منصور، وانت يا محمد أول واحد يسكن الشقة دي. بعدها ملقاش محمد في كلام منيرة أي شيء مفيد، فرجع الشقة تاني. ما قدرش محمد يسهر وراح في نوم عميق. شاف محمد في المنام نفس الست، بس المرة دي ما قربتش منه لكن شاورت له على الجدار ومشيت. صحي محمد من النوم عشان يلاقي صورة كبيرة على الجدار. شال محمد الصورة عشان يلاقي تحتها بقعة كبيرة. قرر محمد ساعتها انه يكسر الجدار، وفعلا كان شك محمد في محله، ولقى بعد ما كسر الجدار هيكل عظمي. وفجأة اتقطعت الكهرباء عن العمارة كلها. اتفزع محمد وجري على طول على شقة الست منيرة، لكن ما كانتش بترد عليه. حاول يرجع محمد شقته فلقى راجل على السلم معاه كشاف. الراجل ده كان جوز الست اللي كلمها وهو رايح يتعرف على جيرانه في العمارة، وكان جوزها في الشغل. أخذ محمد الكشاف من الراجل وقال للراجل تعالى نطمن على الست منيرة لأنها ما بتردش. محمد ما سمعش من الفزع اللي كان فيه جاره وهو بيقول مين الست منيرة. بعد كده رجع محمد الشقة وبدأ يكمل اللي بدأ فيه ويخرج الهيكل العظمي. وأثناء ما هو كان شغال لقى ورق مدفون في الجدار مع الهيكل العظمي. الورقة الأولى عبارة عن رسالة كتبتها الرقاصة وبتقول فيها إنها اتجوزت وإن كان ليها الرغبة إنها تبطل الشغلانة دي، لكن مدير أعمالي كان بيجبرني على الرقص وكان بيهددني بالقتل لو بطلت. وكملت وبتقول من أسبوع تقريبا اختفى جوزي وأنا متأكدة إن السبب هو مدير أعمالي، ولو لقيت الرسالة دي فده معناها إنها فرقت الحياة. أرجوك يا اللي بتقرأ رسالتي بلغ عن مدير أعمالي واسمه بالكامل رياض عبد الرؤوف. أما بالنسبة للعنوان هتلاقيه مكتوب في نهاية الرسالة. الورقة الأخيرة كانت عبارة عن عقد جواز فيه اسم الزوج منصور عبد العليم محمد والزوجة منيرة عبد الفتاح. حس محمد بالدهشة والخوف وتجمد الدم في عروقه. محمد ما بقاش عارف يعمل ايه. اذا كانت الست المقتولة هي منيرة، امال مين الست اللي معايا في العمارة وبشوفها وبكلمها؟ جت الشرطة وشالت اللي باقي من جثة منيرة وحطتها في عربية الإسعاف، ومحمد واقف سرحان مش عارف ايه اللي بيحصل. جاله مكالمة من صاحبه مصطفى. رد محمد بصوت حزين وقال الو مصطفى ازيك عامل ايه؟ رد عليه مصطفى ورد كان غريب جدا، بيقول له انت فين يا صاحبي؟ انت مختفي كده بقالك 4 سنين ومحدش عارف عنك حاجة. انت فين يا ابني وفين اراضيك؟ يلا يا عم جهز نفسك، خطوبتي بعد يومين وهو اشوفك، من زمان ما شفتكش. اسيب محافظة سوهاج يوم واحد؟ تنسى اعز اصحابك. هبعت لك العنوان، اوعى ما تجيش يوم الجمعة خطوبة. قفل محمد التليفون وهو في عالم تاني. مين اللي قابله وجابله الشغلانة وبيشتغل معاه في المدرسة؟ أسئلة كتير محمد ما كانش يلاقي ليها أي إجابة. وبهنا أحبابي وأصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهاية قصتنا المثيرة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى من قلبي زي كل مرة أنكم تدعموني بالاشتراك في القناة، بجد محتاج اشتراككم في القناة قوي، اللايك التمام، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
اشوفكم على الف خير في قصة جديدة ان شاء الله. سلام.